الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله مولانا العلي العظيم. قال الإمام الصادق عليه السلام: أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. نعزي مولانا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والعالم الإسلامي جمعاء في مشارق الأرض ومغاربها، بذكر استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته الأطهار. وبهذه الذكرى الأليمة سوف تنطلق رايات الحزن والإباء إلى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فليتفضلوا محفوفين بالصلاة على محمد وآل محمد. لبيك يا حسين، 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 لبيك يا حسين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. حب الحسين وسيلة السعداء وضياؤه قد عم في الأرجاء. حب الحسين، حب الحسين، حب الحسين، حب الحسين
وسيلة السعداء وضياؤه قد عم في الأرجاء سبط تفرع منه نسل المصطفى وأضاء الكون بنور وجهه الوضاء فهو الكريم ابن الكريم وجده خير الأنام وسيد الشفعاء يا آل بيت رسول الله يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. طبتم وطاب الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. يا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا عظيما. برصد سماحة السيد حيدر. يا مدرك الثار البدار الليلة ليلة الجمعة، ليلة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. يبدأ محرم بعزاء صاحب الزمان، هو صعب على صاحب الزمان. ساعد الله قلبك سيدي. يا مدرك الثار البدار شن على حرب عداك المغار. قد ورثت من أمها زينب، قد ورثت من أمها زينب كل الذي جرى عليها وصار. وزادت البنت على أمها
من دارها تهدى إلى الشردة تستر باليمين تستر باليمين وجها فإن أعوزها الستر تمد اليسار لا تبزغي يا شمس كي لا ترى زينب حسرة ما عليها يا خمار. أحد العلماء يقول هذا في زمن صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، يقول له سيدي ماذا يبكيك؟ أيبكيك ذبح الحسين جدك الحسين عليه السلام؟ يقول لا، لو كان مع الحسين لبكى. سيدي يا ابن رسول الله أيبكيك شهادة أبي الفضل العباس وقطع كفيه وعينه وضرب عينه بالسهام؟ يقول له لو كان مع العباس لبكى. سيدي يا ابن رسول الله هل تبكي على شباب علي الأكبر؟ يقول لو كان معي علي الأكبر لبكى. هل تبكي على القاسم وشباب القاسم؟ يقول له لو كان معي على القاسم لبكى. إذن على ماذا تبكي سيدي يا ابن رسول الله؟ قال أبكي على سبي عمتي زينب، أبكي على سبي عمتي زينب، لا تبزغي الشمس كي لا ترى زينب حسرة ما عليها خمار. والله قعدا يما ابو اليمه ينحبن وسكنت عدد الهنا وهن يبكون. اليوم الليله ليله ام البنين، هاي المراه العظيمه ها كلكم عليكم كل مسوي عليكم فضل فردا فردا، ما توقع بشده الا وتقرا الفاتحه لام البنين، ما تطلع من بيتك الا وتقرا الفاتحه ام البنين، في كل يوم نذكر ام البنين. ها نروح الى ام البنين صلوات الله عليها. والله تظل ام البنين تناشد بحسره تجاوبها العقيله وبالقلب جمره. ايش تقول بعدها ام البنين يا سيده زينب صلوات الله عليها؟ ايش يوصف الشعر؟ يقول خاف انكسر ولادي الحر، والله تقولها لا يا يمه وتسجب العمر. والله تظل ام البنين تناشد بحسره تجاوبها العقيله وبالقلب جمره. تقولها خافا والله خافا قصر ولادي الحره، تقولها لا يا يمه وتسجب العمر. والله تقولها لا يا يمه وتسجب العمر. والله خبرك ليش ابو اليمه انكسر ظهره، لان شاف القمر لا يمنى لا يسره. والله لأن شايف القمر لا يمنى لا يسرى، على مر الزمن ما ننسى لوعته. ها من يقبل محرم يقبل مصائب ام البنين ايضا، ها يقبل عزاء ام البنين ويانا، ما نقدر نستغني بالمجالس عن ذكر ام البنين. ها ايش قد مرأة عظيمة، ها راح نعرف شلون هاي المرأة بهاي الدقائق ان شاء الله المعدودة اللي ما تكفي ويا ام البنين، راح نعرف شنو هاي المرأة العظيمة وما يكفيها مجلسها. على مر الزمن ما ننسى لوعتها،
والله إذا مسنا الحزن نذكر مصيبتها، والله دمي دمع أم الوفا، والله دمع أم الوفا يرسم مسيرتها، والله مدامعنا تظل تجري ويا دمعتها. بعدها شلون شاركت زينب بالمصائب ها، والله تجي يوم زينب بالهم شريكتها، شو تقولها؟ تقولها هلا يما الوفا وتلقتها. اريد وياي هالبيتين ها وياي ها، والله تجي يوم زينب، والله تجي يوم زينب بالهم شريكتها. اي وين الحماس ها؟ اريد حماس من هاي الليله، هذا ما مقبول اخواني، ما مقبول ها. خلي انا وياكم بدون سماعه ماكو مشكله ها، اريد صوتك ها، حماس من اول ليله. اذا ما عندك حماس من اول ليله يبقى هذا البرود، ولكن معروف عنكم نعرفكم انتم اهل الحماس ان شاء الله، وكل الحاضرين هم اصحاب حماس ودمعه وعزاء. والله يا تجي يم زينب بالهم شريكتها، والله تجي يم زينب بالهم شريكتها. اي ماجور ان شاء الله، ما شاء الله. ادخل السرور على قلب صاحب الزمان، واسي صاحب الزمان. والله تجي يم زينب بالهم شريكتها. ما شاء الله. والله هلا يما الوفا وتلقتها، اي هلا يما الوفا وتلقتها. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. وأجركم بحلول شهر الأحزان، محرم الحرام، شهر مصائب أهل البيت صلوات الله عليهم. وفقنا الله وإياكم لخدمة العترة الطاهرة إن شاء الله، وخدمة سيد الشهداء وخدام سيد الشهداء، وخدمة زوار الحسين عليه السلام، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. في هذه الليلة الأليمة الحزينة على قلب صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، نتطرق إلى امرأة عظيمة دخلت بيت آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهي أم البنين. وهناك آيات مباركة تنطبق على ما طبقته أم البنين صلوات الله عليها في حياتها. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: فمن أبصر فلنفسه. لو كل منا يطالع في القرآن الكريم ومن خلال مواقع البحث الذكية يكتب كلمة واحدة فلنفسه، يشوف كم آية تذكر هذه الكلمة فلنفسه. وهذه قبل أن تكون مثالا للعظام تكون مثال حري بنا أن نقتدي بهذه الآيات ونرى كيف أم البنين صلوات الله عليها وأمثالها كيف طبقوا هذا ووصلوا إلى هذه المرتبة العليا والمنزلة العظيمة. ولماذا أم البنين بهذه العظمة وبهذه العفة وبهذه الصفة والإيمان وبهذه الإخلاص؟ ولماذا وصلت إلى هذه المرتبة على الرغم أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لديه زوجات غير أم البنين صلوات الله عليه والزهراء؟ هل أن السبب أن أم البنين وصلت إلى هذه المرتبة لأنها زوجة أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟
هو أيضا كان ماذا؟ أمير من لديه زوجات غير أم البنين، غير الزهراء. أمير من لديه 9 زوجات مع الزهراء، يعني 8 غير الزهراء صلوات الله. فلماذا وصلت إلى هذه المرتبة أم البنين؟ قبل ذلك، قبل أن نجيب على هذا السؤال ويجيب عليه الإمام الصادق صلوات الله عليه، قال الله تعالى في كتابه الكريم: فمن أبصر فلنفسه. ماذا يعني البصر هنا؟ هنا بمعنى الفهم والإدراك. يعني الإنسان لاحظ أمير المؤمنين ماذا قال؟ أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. شوف هاي النفس التي تقسم إلى 3 أقسام: اللوامة وغير ذلك، كم لها أثر عظيم على الإنسان نفسه. بإمكان أن تؤدي به ماذا؟ إلى الهاوية، وبإمكان ماذا؟ أن ترتقي به كما ارتقت ماذا؟ بالحر الرياحي وبأم البنين. الحر الرياحي هو جاء ماذا؟ جعجع بالخيول على نساء رسول الله، وصح؟ ووقف على الماء. وهذا ابن زياد يعرف منو يختار حتى يقف أمام الإمام الحسين صلوات الله عليه. اختار الحر الرياحي لأن يدري شنو الحر الرياحي، يدري شنو شهامة الحر الرياحي، ولذلك فهو وقف قطع الماء على الإمام الحسين صلوات الله عليه. ولكن بالتالي الحر الرياحي وين أوصلت به نفسه هاي الأبية الأصيلة؟ وين أوصلت به؟ بسبب ماذا؟ أبصر. لاحظ الفهم والإدراك. هذا اليوم اللي نحتاج اليوم في مجتمعنا. علينا أن ندرك طاعة إمام زماننا الذي وصلت إليه أم البنين صلوات الله عليه من خلال هذا: فمن أبصر فلنفسه. بعد الآيات الأخرى التي تشير إلى هذه الكلمة: فمن اهتدى فلنفسه. الهداية أيضا علما راجعة أولا على الفرد، وصح؟ أثرها أولا الهداية على من؟ على الفرد، ثم تنعكس طبيعتها وتطبيقها على من؟ على المجتمع. كيف أنت الآن تعيش في مجتمع صالح؟ نبدأ بالفرد أولا. ولذلك الله تعالى لاحظ يؤكد على هذه الآيات، دائما يشير ماذا؟ إلى النفس. وهذا إشارة إلى من؟ أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. دائما النفس ماذا؟ تميل إلى ماذا؟ الشهوات، بغض النظر عن الأخطاء، صح؟ الآن إنسان بإمكانه أن يقتل والعياذ بالله، يرتكب الحرام، هذا ماذا؟ حكم عقله؟ عقله حكمه؟ لاحظ لأن ماذا؟ جرى خلف ماذا؟ خلف نفسه. هاي النفس الأمارة بالسوء أحيانا تريد ماذا؟ أن تؤدي بالإنسان إلى الهاوية، ولكن إذا سيطر عليها: فمن أبصر فلنفسه ومن اهتدى فمن اهتدى فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه وما تقدموا علما لأنفسكم. لاحظ أول شيء ماذا تقدم؟ لنفسك. هكذا الشيخ عباس القمي في كتاب منازل الآخرة ماذا يقول؟ ابعث بزاد إلى قبرك فإنه لا يبعثه أحد من بعدك، لا أهلك ولا زوجتك. حري بالإنسان أن يبدأ بنفسه. يسأل الإنسان نفسه: كيف أبني شخصيتي؟ كيف أبني نفسي؟ هاي ماذا تميل إلى دام النفس خطاءة. كيف أبني نفسي؟ كيف هذه النفس تسمو بالإنسان؟ كيف يصبح شخصية محترمة بالمجتمع؟ هذا هو. هذا السؤال يحتاج إلى إجابة، والإجابة جدا سهلة. أهل البيت أعطونا الطريق، والقرآن دستور. كما في الحياة اليومية يوجد ماذا؟ قانون وضعي، أيضا ماذا؟ قانون إلهي موجود. الدستور القرآن الكريم أول مصدر من مصادر التشريع، ثم ماذا؟ سنة أهل البيت صلوات الله عليه. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ومن جاهد فإنما يجاهد على من؟ لمن؟ لنفسه. ومن جاهد فإنما، إنما شنو باللغة أصحاب الاختصاص؟ أداة حصر. كما في إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهير. أداة حصر شنو معنى؟ بمعنى لم تأخذ الذي قبلها. لاحظ، وإن كان هذا بحث آخر،
173 مصدر من مصادر ابناء العامة يذكر بأن هذه الآية آية التطهير هي ماذا؟ إلى أهل البيت صلوات الله عليه. رسول الله 6 أشهر أو 9 أشهر في رواياتهم يطرق الباب على بيت فاطمة ويقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كلامنا في إنما أداة حصر. ومن جاهد فإنما، خلاص إنما يجاهد لنفسه، أول شيء لنفسك، بعد ذلك ماذا؟ تبني ماذا؟ الذي حولك، عائلتك، ذويك، مقربيك، المجتمع الذي تحيط به. لذلك الإمام الصادق يقول أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. إحنا لهنا ونقف مو صح، ولكن كنت تتمة مهمة حتى يتعلموا علومنا أهل البيت. وهكذا يقول الإمام الصادق تعلموا وتأدبوا، وهكذا حتى يقول عنك مضمون الرواية هكذا أن هذا من شيعة جعفر. الشيعي حتى في مشيه يعرف أن هذا ماذا؟ من شيعة جعفر. إذن كلامنا ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. لاحظ، ما تعمل من خير فهو لنفسك أولا، وما تعمل من شر فهو ماذا؟ لنفسك. إذن أم البنين صلوات الله عليها عندما بدأت فمن أبصر فلنفسه، لاحظ أول أمر عملت به ماذا؟ البصيرة، نور البصيرة لأم البنين صلوات الله عليها، الفهم والإدراك لطاعة المعصوم. قصة عجيبة، موقف عجيب. في يوم زواجها أم البنين صلوات الله عليه، من يتنازل عن الألقاب في هذا الزمان؟ شوفوا احنا اليوم من يقدر يتنازل عن الألقاب؟ من نصعد على المنبر استقبلوا فلان فابن فلان أو الفلان الفلان، شوف نكيف على هاي الألقاب، الشخص الفلاني على المناصب الفلانية مثلا، وهكذا مع احترام، ولكن من باب الكلام الشاهد واقع لأن نعيشه مو صح. أو مثلا على مثلا في القناة الفلانية الشخص الفلاني، وهكذا وغيرها من الألقاب. من يتنازل عن الألقاب؟ صعب مو صح؟ صعب أن الإنسان هاي النفس، شوف ارتباطه بالنفس. شوف أم البنين سوت من نفسها صلوات الله عليها. في يوم زواجها وقفت على باب أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قالت له يا أمير المؤمنين، تعرفون من أم البنين؟ بنت من؟ بنت شيخ، بنت شيخ عشيرة في البادية، ولذلك يلقبون العباس ابن البدوية، لأن هي من البادية مو من الحضر. وأم البنين بنت شيخ عشيرة، شيخ بالبادية، مو هكذا. ولذلك أمير المؤمنين لما طلب من عقيل مو قال لي اختر لي امرأة ولدتها الفحول وإلى غيرها من تتمة الرواية. أم البنين مو امرأة عادية، أيضا بنت شيوخ، بنت شيخ عشيرة. وقفت على باب أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقالت له يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، لا أدخل البيت إلا بشرطين. عجيب، هذا علي بن أبي طالب. قالت له نعم يا أمير المؤمنين، لا أدخل البيت إلا بشرطين. ما هي هذين الشرط؟ قال لها قولي يا فاطمة. قالت له أدخل البيت أولا أن أكون خادمة في هذا البيت. شوفوا أم البنين شلون منزل عظيم، شوفوا شلون ترفعت عنها مقامها، تنازلت عن ألقابها ولا غيرها تقول كان بنت شيوخ مو صح. شوف شلون بدت حياتها الأسرية، حياة الزوجية، شلون تعطينا الدرس للحياة الزوجية السعيدة. كيف تبدأ الحياة الزوجية السعيدة؟ كم حالات طلاق اليوم بالمجتمع؟ في عام 2022 17,000 حالة طلاق فقط من محافظة بابل. شنو سبب هذا؟ ما مبني على مبادئ، أسس. أول قضية هي الاحترام المتبادل بين الزوجين.
التنازل عن الألقاب بين الزوجين، احترام الزوج واحترام الزوجة. السيد وغيره من المشايخ وطلبة الحوزة والسادة كثير نرى غلاء المهور والشروط في الزواج وغير ذلك. هذا مو سبب لسعادة المرأة. المرأة هاي المرأة التي أنجبت الأنبياء، المرأة التي أنجبت الأولياء، المرأة التي أنجبت الأوصياء والعظماء، تقدر بأموال، تقدر بمبلغ من المال. المرأة قيمة المرأة مو بالمهر الغالي. اليوم شباب عاجزون عن الزواج بسبب غلاء المهور. لماذا لا ننظر إلى أهل سنة أهل البيت صلوات الله عليهم؟ لماذا نتغاضى عن سيرة أهل البيت صلوات الله عليهم؟ وحقق سعادة المرأة إذا كان مهرها قليل. هذا سنة رسول الله، ما بها مجال، قانون إلهي. سعادة المرأة في قلة مهرها. وأيضا في المقابل هذا الشاب من يشوف امرأة مهرها قليل، يعني امرأة متدينة، هاي مو يبخس حقها يظلمها، لأن قيمة الزوج في احترام زوجته. جاء رجل الإمام الصادق وقال له: يا ابن رسول الله فلان يضرب زوجته. قال له: والله هو أحق بالضرب منها. لاحظ، لأن هاي أيضا كانت أيضا معززة مكرمة مدللة في بيت أهلها، مو أنت اشتريتها في بيتك. هذه ماذا تريد منك؟ ماذا؟ العطف، وتريد منك الاحترام والتقدير أيضا، كما كانت تعيش في ماذا؟ في بيت. لأن بعد يوم أيضا راح يصير عندك ابنة وعاملوها ماذا؟ نفس المعاملة. إذا أم البنين صلوات الله عليها تعطينا درس للحياة الزوجية. قالت له: أولا أن أكون خادمة في بيتك يا أمير المؤمنين. شنو معنى خادمة؟ سامعين هسه هاي الخادمات الآن اللي يجيبون بالأجور، مو تعرفون بعد شنو الخادمة؟ قالت له: خادمة أولادك يأمروني وأن أنفذ ما ترغبون في البيت. قالت له: هذا شرطي الأول. قال لها: كيف يا فاطمة؟ كيف ذلك؟ أنت زوجتي، مكانتك أيضا لك مقام خاص. قالت له: لا أرضى بغير ذلك. قال: لا لك هذلك. أخو أمير المؤمنين يعرف من أم البنين. وقالت له: شرطي الثاني ألا تناديني بفاطمة. أمير المؤمنين هنا غرورقت عيناه. قالت له: حتى لا أعيد ذكرى مولاتي فاطمة على الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، كلما يسمعون اسم أمهم فاطمة يبكون، قد يتأثرون، قد يتذكرون اسم أمهم فاطمة، فتخشع قلوبهم، فتنكسر قلوبهم. قال لها: لك ذلك. ثم بعد ذلك أم البنين صلوات الله عليها عاشت حياة سعيدة لم يسجل التاريخ. مشكلة واحدة بينها وبين أمير المؤمنين صلوات الله عليه، عاشت مع أمير المؤمنين 15 عام تقريبا، لم يسجل التاريخ مشكلة واحدة بينها وبين أمير المؤمنين. هذه أم البنين صلوات الله، تعطينا درس للحياة الزوجية، تعطينا درس للإخلاص، تعطينا درس للوفاء مع أهل البيت صلوات الله عليهم، تعطينا درس للبصيرة والإدراك في طاعة الإمام المعصوم صلوات الله عليه. أم البنين صلوات الله عليه، تعلمون ماذا قال الإمام الصادق صلوات الله عليه؟ قال: أم البنين فقدت 4 من أولادها. لاحظ، رواية جدا مؤلمة حتى تعرف شنو إخلاص أم البنين. أنت كل يوم أنت تقرأ لها فاتحة، مو صح؟ يوم قصرت ويا واحد أم البنين صلوات الله عليه حتى وإن كان مسيء. اسأل في حياتك حتى وإن كان إيمانه ضعيف، حتى وإن كان الإنسان متقي،
ولكن بمجرد أن يقرأ الفاتحة أم البنين ماذا؟ أم البنين ماذا؟ تقضي له حاجته. في كل شدة أنت تقرأ الفاتحة أم البنين تقضي حاجتك أم البنين. أي مرتبة وصلت هاي أم البنين صلوات الله؟ بماذا وصلت؟ بإخلاصها لإمام زمانها. هذا درس عندنا أن نخلص مع إمام زماننا. إمام زماننا يريد منا تطبيق الواجبات، العمل بالواجبات والابتعاد عن المحرمات، لا أن تكون المحرمات من هنا وهناك. كم عندنا اليوم من المحرمات في البيوت؟ من عقوق الوالدين واستماع الغناء وإلى غير ذلك. لا يسع الوقت أن تذكر هذه الأمور. لاحظ أم البنين صلوات الله عليها في لسان الإمام الصادق صلوات الله ماذا قال؟ حتى نروح للمصيبة إن شاء الله. قال إن أم جعفر الكلابية، كان يناديها ماذا؟ أم جعفر، باعتبار عندها ابن ماذا؟ جعفر. قال أم جعفر إن أم جعفر الكلابية فقدت 4 من أولادها. إن أم جعفر الكلابية فقدت 4 من أولادها. بعد لاحظ المقطع هذا المؤلم، هذا اللي هو ماذا؟ أوصلها إلى هاي المرتبة. إن أم جعفر فقدت 4 من أولادها وفقدت بصرها من كثرة البكاء على جدها الحسين عليه السلام. تعلمون أن أم البنين صلوات الله عليها في آخر عمرها فقدت بصرها وهي على الرغم عمرها 56 سنة، مو كبيرة يعني، من كثرة البكاء والنحيب على إمام زمانها. لأن عرفت إمام زمانها شنو؟ الإمام الحسين صلوات الله عليه. فقدت بصرها من كثرة البكاء على إمام زمانها. هذا على لسان الإمام الصادق صلوات الله عليه. أم البنين عندما جاء بشر بن حذلم كان همها أن تسأل عن الحسين صلوات الله عليه، همها أن تعرف ماذا جرى على الحسين صلوات الله عليه. لهذا عندما توجه الإمام السجاد صلوات الله عليه إلى المدينة صاح ببشر بن حذلم: يا بشر بن حذلم اذهب وانعى أهل المدينة. ماذا نادى بابن حذلم؟ ها أريد وياي، ها: يا أهل المدينة لا مقام لكم بها، قتل الحسين فدمعي مدرار. هنا عاد التمت الناس، التمت الناس. شنو هذا اللي يصيح؟ شنو؟ امرأة جدتي، امرأة من بعيد، امرأة عليها الهيبة والوقار، تصيح ماذا جرى في كربلاء. هاي المرأة عادها شافها صاحبة هيبة ووقار. ابن حذلم عاد هنا صاح: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فدمعي مدرار. سمعت أم البنين هذا النداء، اجت تركضها تحمل طفل، اجت ليم القوم، اجتمعوا حول أهل المدينة حول بشر بن حذلم، فسووا لها طريق. اجت هاي المرأة عليها هيبة، عليها وقار. قال: من هذه المرأة؟ فعاد شاف أم البنين، شاف امرأة عليها هيبة ووقار، فتحوا لها الطريق، اجت ليمه، عاد صاحت: ايش عندك ابن حذلم من اخبار؟ صاحت: ايش عندك يا ابن حذلم من اخبار؟ والله من صيحتك لب القلب طار.
صاحت من هاي ومن المرأة هاي؟ شنو هاي المرأة؟ هاي من المرأة؟ يسأل أهل المدينة، قالوا له هاي أم العباس، هاي أم البنين، هاي اللي فقدت 4 أولاد في كربلاء، يقلها عظم الله أجرك بجعفر عان، تقل الكل فدايا لحسين يرحون، يقلها عبد الله غدا ويام فرد كان، تقل الفخاير ريحانة المختار. بعدها يقول هاي المرأة شبيها؟ هاي مفجوعة، هاي اقلها انقتل ابنك عبد الله وجعفر عون، تقول لي اخبرني عن الحسين. يقلها انقتل عباس، ايش تقولين؟ عاد هنا الروايات تقول يقول منها من قال لها انقتل عباس ايش تقولين؟ كانت تحمل طفل، سقط الطفل من كتفها على الارض. يقول انقتل عباس ايش تقولين؟ ايش تقولين؟ قلب قرة العين بجودك على راسه وصاح يا حسين. عاد هنا سمعت الامام الحسين استشهد، سقطت على الارض. ثم بعد ذلك والله صاحت يا ناس بالله دف رجوله وخلوه ينزل عن ذلوله. والله صاحت يا ناس دف رجوله وخلوه ينزل عن ذلوله. بعدها شنو تنشد ام البنين؟ والله ارد نشد واسمع لقوله يوم التقوا ذوله ويا ذوله. رجعت تريد السئله على العباس صلوات الله عليه، تقول تريد تشوف العباس السوى. والله يوم التقوا ذوله ويا ذوله بالكون يا صوتوا له، عباس راعي الزهد يوله. يقلها ايش تقولين يا بنت الحموله؟ هول عباس حرب عباس هوله، والله هوله حرب عباس هوله. لعب الزلم والخيل جوله يكبر السيف ويسجدوا له بحد الوفا وحد الرجوله. لفتها ام البنين تقوم وتطيح. وين راحت بعدها؟ توجهت الى زينب صلوات الله عليها. سيده زينب صلوات الله نصبت مأتمها في بيوت المدينه، بيت في بيوت المدينه، واوصت جاريه ان لا تدخل عليها امراه حتى لا يشمتن بها. ثم بعد ذلك ذهبت ام البنين طرقت الباب، خرجت هذه الجاريه قالت لها مولاتي لا تستقبل احد، قالت انا شريكتكم بالمصاب. ثم بعد ذلك ذهبت هذه الجاريه الى العقيله زينب، قالت لها مولاتي زينب هذه تقول انا شريكتكم بالمصاب، قالت لها اذهبي واساليها من هي. ثم ذهبت وسالتها من انت يا امراه؟ قالت انا شريكتكم بالمصاب، انا ام العباس. ثم رجعت هذه الجاريه الى مولاتنا زينب وقالت لها مولاتي هذه تقول انا ام العباس. قالت لها افتحي لها الباب انها امنا ام البنين. ثم دخلت ام البنين صلوات الله عليها، دخلت ام البنين ما عرفت العقيله زينب من كثره المصائب، تباوع النساء. زينب متغيره تقول وينك يا زينب؟ راحه وتصيح والله وين بدور هاشم والمصابيح؟ وين حسين والينا المشيم؟ عاد هنا زينب حجتها عرفتها، تقلها والله تقلها والدمع يجري بين العيون. قضوا ايام قضوا يم البنين بخطة الكون، والله قضوا ما بين مطبر ومطعون وما بين بالعمد راس
عباستها الشم. عاد ام البنين ها تقلها ارد نشدك على راعي المحنة، والله ارد نشدك على راعي المحنة، سوى الخواتم من خنة. ابني غيور شجاع عرف الرجال مو راضين عنه. شوفها استشهد العباس وتقول قليني سوى العباس. ها خا مو قصر وياكم. ها والله ان كان مو راضين عنا روح الكربلة وعاتبنا وحرم حليب الرضع منا. تقلها ايش تقولين يم البنين؟ والله شو تسولفين يم البنين؟ تقلها مستحيل تصير مثلك مرتبو، هيج وفاية وتخلف هيج اخوه. تقول ودي يا ابو السجاد ودي، والله ودي غير الاربع اولاد عندي. شوف الوفاء والله غير الاربع اولاد عندي لضحي لك بعد يا حسين وفدي. والله لو انا ادري بحليبي هالوفي كان انا بعد ربيت لك يا حسين خوان. والله الولد للضيج ينراد والله والناس والله والناس يا ابني تريد الاولاد. والله ولا العيالك ردتهم يا ابو السجاد. بعدها هالسؤال ونسألكم الدعاء ان شاء الله حتى الملا ان شاء الله يختم وياكم. ام البنين باوعت على البنات. ها ما شافتك وطفله ماكو. ها بعدها زينب الطيبه ملفتها عقب السبي ومصرع اخوتها والناس من سمعت تلقتها. وام عباس قبل الكل جتها وشبقت عليها وقابلتها. وتشوف المصايب غيرتها مصايب الدنيا دوهنتها. كل مصيبة شاهدتها لأم عباس زينب سولفتها. عاد زينب سولفت لأم عباس هالمصايب كلها ما السبي وحرق الخيام والحسين وهجم الخيول. ها والعباس شلون استشهد. والله لأم عباس زينب سولفتها عقب البواج ناشدتها. تقولها يا زينب رقية ما شفتها. تقلها يا زينب رقية ما شفتها أخاف يا البنات ومعرفتها. العليلة هاي تنشدني على خدها. هاي شو تجاوبها عاد زينب؟ ها شو تقلها والله تقلها ودمعتها تقتها. والله انا بالشام يا يمه دفنتها. والله انا بالشام يا يمه دفنتها. والله انا بالشام يا يمه دفنتها. استقبل الملا بالصلاة على محمد وآل محمد. وراهم لم الأربعة ودهري أنا أم الأربعة الدهر وراهم صبورة وما جرى دمعي. صبورة وما جرى دمعي. وراهم لا هم البقوا عندي ولا هم خذوني ويلضع للغابري. خذوني ويلضع للغابري.
أنا زينب عليها الخدر مثله ومصاب صار لي. أنا زينب عليها الخدر مثله ومصاب صار لي ما صار. والله مثله زمان شمائلك وياي، والله مثله عقب ولياي ما ظلت حمية. وانت كل صوتك رحم الله والديك. عقب ولياي ما ظلت حمية. رحم الله متذكر قائم آل محمد فقام وصلى على محمد وآل محمد. يا الله دلنا عليه رحم الله وديك مأجورون إن شاء الله. بارك الله بكم. يمتى صوتك يعتلي تظهر براية علي. انزل رحم الله والديك انزل نزله. يمتى صوتك يعتلي تظهر براية علي. يمتى صوتك يعتلي تظهر براية علي. تاخذ بثار الحسين وثار عباس. تاخذ بثار الحسين وثار عباس. صوتك يمتى صوتك يعتلي تظهر براية علي. يمتى صوتك يعتلي تظهر براية علي. تاخذ بثار الحسين وثار عباس. تاخذ بثار الحسين وثار عباس. يمتى صوتك يعتلي تظهر براية علي. تاخذ بثار الحسين وثار عباس. تاخذ بثار الحسين وثار عباس. يلا بالسلام عليك نبي سيدي يا ابن الحسن. بالسلام عليك تبي سيدي يا ابن الحسن. ان شاء الله بخير وسلام ندعي بدموع وشجن. كم حرم مر علينا 1000 عام من الزمن. كم حرم مر علينا 1000 عام من الزمن. يمتلي الثارات تظهر يا عليه المؤتمن. يمتلي الثارات تظهر يا عليه المؤتمن. يمتى يا تاج الزلم من عدوك تنتقم. يمتى يا تاج الزلم من عدوك تنتقم. تظهر بسيرة محمد تحكم الناس. تظهر بسيرة محمد تحكم الناس. يلا يمتى صوتك يعتلي صوتك. يمتى صوتك يعتلي تظهر براية علي. يمتى صوتك تعتلي تظهر براية علي. تاخذ بثار الحسين وثار. يلا تاخذ بثار الحسين عباس. هذا عاشور المصايب. هي جالك كم جرح. هي جالك كم جرح يا ابو صالح وانت قلب ب1000 طعنة رمح. اكبر واعظم جروحك يوم عاشر تنفتح. اكبر واعظم جروح يوم عاشر تنفتح. جدك يسقفون دم قبال زينب ينذبح. جدك يسقفون دم قبال زينب تنذبح. هي ما إلها أحد تنتظر المن بعد. هي ما إلها أحد تنتظر المن بعد. حسين بخيول عيمي صدره ينداس. حسين بخيول عيمي صدره ينداس. يلا حسين بخيول عيمي صدره ينداس. يلا يمتى صوتك يعتلي تظهر براية علي. يمتى صوتك يعتلي تظهر براية علي. تاخذ بثار الحسين وثار صوتك. تاخذ بثار الحسين وثار
يلا يا بالسلام عليك نبت سيدي يا ابن الحسن، سيدي يا ابن الحسن، ان شاء الله بخير وسلام ندعي بدموع وشجن. كم محرم مر علينا الف عام من الزمن، كم محرم مر علينا الف عام من الزمن. يمتلي الثارات تظهر يا عليه المؤتمن، يمتلي الثارات تظهر يا عليه المؤتمن. يمتى يا تاج السلم من عدوك تنتقم، يمتى يا تاج السلم من عدوك تنتقم. تظهر بسيرة محمد تحكم الناس، تظهر بسيرة محمد تحكم الناس. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة مع الصلوات.